عقد مكتب الاغتراب المركزي للحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت بالتنسيق مع مكتب الاغتراب في ألمانيا لقاء عبر تطبيق زوم مع رئيس لجنة الصحة النيابية وعضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله بحضور مسؤول المكتب المركزي للرفيق بسام صافي مسؤول مكتب أوروبا للرفيق عمر أبي وشكرا. جرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع السياسية والصحية والعدوان الغاشم على غزة وتأثيراتها على الساحة اللبنانية. في البداية أكد الدكتور عبد الله على موقف الحزب الداعم والمستمر دائما وأبدا للقضية الفلسطينية ووقوفنا بجانب أهلنا في الجنوب اللبناني في حال حدوث أي طارئ. كما جرى البحث في الأوضاع الصحية والاجتماعية والاحتياجات الملحة على الصعيد الصحي والاستشفائي. كما أجرى الدكتور عبد الله حوارا أجاب فيه على أسئلة الحاضرين. بدوره تحدث مسؤول مكتب المنيا الدكتور خلدون بحمد عن الوضع التنظيمي في المنيا وخطط العمل المستقبلية، واقترح العمل على إنشاء برنامج دعم مستمر للقطاع الصحي والتعليمي في لبنان. وفي ختام اللقاء تحدث مسؤول مكتب الاغتراب المركزي الرفيق بسام صافي عن الهيكلية والتنظيم الداخلي والتطلعات المستقبلية للمكتب. وأكد الرفيق عمر أبو شكرا العمل المستمر على عقد مؤتمر عام لمكاتب الاغتراب في أوروبا في المستقبل القريب.